السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في قناة انجلش ليسنز ويحاضركم علاء البحيري. كتير جدا من الدارسين بصراحة عندهم مشكلة بيعانوا منها وهي الجرامر، وعشان كده احنا قررنا نعمل سلسلة من A to Z في الجرامر. السلسلة دي هتنفع مين بالظبط؟ علشان انت لو مش واحد منهم يبقى انت الفيديوز دي مش بتاعك اصلا، والسلسلة دي ما تتابعهاش. اول حاجة من 3 اشخاص. الشخص الاول هو طالب عنده مشكلة في القواعد، بيقدر ان هو يحفظها لكن يجي يطبق عليها يلاقي نفسه عنده مشكلة كبيرة جدا في التطبيق، فبالتالي بتقع منه الجرامر او بيقع منه القواعد دي وما بيقدرش ان هو يعمل معاها حاجة. رقم 2 هو الشخص اللي نفسه يتكلم لغة وعاوز يتكلم ويعمل محادثة، ولكن اللي معطله انه مش عارف يكون الجمل او مش قادر يشتغل على التركيبات اللغوية دي، فبيحس انه كل مجهوده بيروح على الفاضي، فبيلاقي الدنيا مش متظبطه معاه. رقم 3 حد او شخص هو محتاج ان هو يعمل preparation for IELTS مثلا او TOEFL اي شهاده دوليه، فهو محتاج فعلا يشتغل على منهجيه الجرامر علشان reading writing، واكيد هينفعه طبعا اكيد او هيستفيد منها في listening and speaking. فالموضوع برضو معاه هيختلف تماما مع السلسله اللي احنا هنقدمها. السلسله دي من اقوى السلاسل اللي هتشتغل عليها لان المنهجيه بتاعتها هي منهجيه عالميه. هنا السلسله بتاعتنا مقسمه الى 5 مراحل، وهتاخد مع كل lesson ان شاء الله في PDF هتشتغل عليها علشان تبدا تشتغل على الفيديو مع PDF وتبدا تحط 2 على بعض، يبقى بالنسبه لك ده مرجعيه تبدا تتحرك عليها في المراحل اللي جايه. اول مرحله بالنسبه لي عندي الفاونديشن ريفيو، دي تعد كأساسيات بالنسبة لي. هنا هتلاقي نفسك بتدرس البريزنت سيمبل والبريزنت كونتينوس، الباست سيمبل and الباست كونتينوس نفس الكلام، البريزنت بيرفكت and state and actions verbs and word order basics. كل الكلام ده طبعا هنتكلم فيه بالتفصيل، وفي نهاية المرحلة دي هتلاقي نفسك قادر ان انت تبقى فاهم الأزمنة الأساسية ومش تايه، ودي أهم خطوة في المرحلة الأولى. نيجي بعد كده على المرحلة التانية زي ما انت شايف حضرتك كده، بنقول عليها tenses mastery، يعني الأزمنة المتقدمة وإيه الفرق ما بينهم، وهتبدأ تشتغل عليهم step by step. برضو عندي ال present perfect والpast simple وهتعرف الفروقات ما بين الاتنين. عندي ال present perfect continuous نفس الكلام، عندي ال past perfect and ال future forms. نيجي بعد كده على المرحلة الثالثة معانا وهي sentence structure، يعني تكوين الجملة. وهنا بنتكلم عن ال passive voice and question والنيجاتيف هنتكلم عليهم، report speech هنتكلم عليه، relative clause and countable noun and الارتكلز هنتكلم على كل الكلام ده. وبالتالي في نهاية المرحلة دي هتكون قادر ان انت تعمل جمل مظبوطة نحويا من غير ما تكون مكسرة، يعني هتلاقي كلامك موزون كده والدنيا حلوة معاك. المرحلة الرابعة بالنسبة لي وهي المودل verbs and meaning. هتلاقي نفسك بتدرس كان وقد وماي ومايت، كل الكلام ده هتلاقي نفسك بتدرس must و have to و should. هتلاقي نفسك بتدرس المودل verbs for، يعني استخدامهم لإيه؟ قال لي مثلا للادفايس، للobligation، للpossibility. طيب ايه هنا النتيجة اللي انت هتطلع منها؟ هتلاقي نفسك قادر تعبر عن المعنى من غير ما تبدأ ان انت تشوف او تبقى حافظ القاعدة، يعني هتلاقي الموضوع معاك بسيط جدا. نيجي بعد كده على المرحلة الأخيرة وهي الادفانسد يوسج، يعني الاحتراف اللغوي. الاحتراف اللغوي هتلاقي نفسك بتدرس فيه الكونديشنالز، الوش and if only. هتلاقي نفسك بتدرس فيه gerund and infinitive، البريبوزيشنز، اللينكينج words، الcommon mistakes. وفي نهاية الموضوع ده أو في نهاية المرحلة دي هتلاقي نفسك مستواك واصل إلى مرحلة الانترميديت، مرحلة قوية، مرحلة ثابتة، قادر تستمتع فعليا باللغة وقادر تفهم المعاني العميقة بتاعتها. وده هيفرق معاك جدا في عملية التحدث، عملية الاستماع، الريدنج، الرايتنج، كل المهارات بتاعت اللغة كلها بدأت ان انت تحس ان انت مبسوط وقادر ان انت تفهمها ببساطة جدا. ان شاء الله نشوفكم في اول محاضرة من السلسلة، وبالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.